ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل احلى بطاطا مشويه بجد، طريقه تحفه. مش مجرد بس اللي احنا هنشويها في الفرن، لا، انا هعمل لكم احلى بطاطا النهارده تاكليها بالف هنا وشفا انتي واولادك. بجد طريقه تحفه. اول حاجه هنجيب البطاطا بتاعتنا تكون مغسوله كويس جدا، وتكون مليانة بالشكل ده، مش البطاطا اللي هي رفيعة، لا، تكون البطاطا كده حلوة كده مليانة. تمام. عشان احنا عايزين يكون فيها كده لحم من جوه، مش اللي هي تكون ناشفة. وهنيجي بقى نقطع اللي هي الحتت اللي في الأطراف. تمام. وهنجيب بقى صينية أو صينيتين على حسب الكمية اللي معاكي. الصينية دي بتحميلي ان البوتاجاز بتاعي ما يتوسخش. البطاطا بعد ما بتستوي وبتنزل منها مادة كده، فبلاش ان احنا نوسخ الفرن بتاعنا، ونحافظ عليه ونحط البطاطا في الصواني بالشكل ده على حسب الكمية بتاعتك. يعني ممكن بقى تاخدي صينية صينيتين، دول 3 كيلو، خدوا صينيتين. وبعد اما بتشوي بالشكل ده بجمعهم في صينية واحدة، ان هي بتخس طبعا. تمام، يعني هي بتكش طبعا مش زي ما انتي تكوني حطاها. خلاص. هنجيب بقى بعد ما تشوي وتكون خلاص استوت، يكون فاضل مثلا عليها حوالي دقيقتين في الفرن او 5 دقايق في الفرن، هنطلعها ونجيب بقى سكر، وسكر حبيبات مش بودر. ونجيب بقى نفتحها من النص زي ما انتوا شفتوا كده، وهنحط معلقتين سكر او معلقة سكر على حسب بقى الكمية وعلى حسب التحلية اللي انت بتحبيها للبطاطا. هنفتحها بالشكل ده ونحط فيها معلقة السكر، وندوبها جوه البطاطا. البطاطا لازم تكون سخنة لسه طالعة من الفرن. ليه؟ علشان خاطر السكر يسيح جواها بالشكل ده ويختفي تماما، يبقى البطاطا اكن انتي جايباها مسكرة اصلا. يعني الحركة دي تنفع جدا في البطاطا اللي هي بتكون مسخة والاولاد مش عايزين ياكلوها. تعمليها بالشكل ده، يا سلام على طعمها، بجد تحفة. اي حد بياكل عندي بطاطا بجد مش بيبقى متخيل انت جايبه البطاطا دي المسكرة دي منين، من اني بياع. والمشكلة مش في البياع، انا اللي بعمل فيها الحركة دي علشان تبقى البطاطا بتاعتي مسكرة. ما شاء الله، انا بجيب بال3 كيلو ما بيقعدوش يوم واحد، يوم واحد ما بيقعدوش. يعني انا بلحق بطاطاية كده واحدة بالعافية من عيالي، وحماتي بتحبها جدا. شايفين شكل البطاطا روعة، والبطاطا مستوية وجميلة، تحفة يا بنات. بعد ما عملت الكمية كلها حطها كمان دقيقتين 5 دقايق في الفرن، وهنطلعها نقدمها. بعد 5 دقايق اهمت، هنطلعها بقى نقدمها في اطباق. بجد تحفة تحفة تحفة. الطريقة دي جميلة جدا، وبجد بتبقى طعمها مسكر وحلو جدا. جربوها بجد مش هتندموا. هعمل معاكم بقى كمان بطاطا يعني انتوا عارفين البطاطا دلوقتي كتير في السوق. هعمل معاكم بطاطا بالكراميل. انا عملت قبل كده بطاطا بالمانجا، وعملت اللهم صل على النبي. عملت معاكم قبل كده بطاطا بالبشاميل، وكانت تحفة بجد. بشاميل طبعا المسكر، مش البشاميل بتاع المكرونة يعني. بصوا، يعني ليها كذا طريقة كذا طريقة كتير جدا جدا. وده الشكل بتاع النهائي. وهعمل كمان معاكم ان شاء الله قريب بطاطا بصوص الشوكولاتة وبطاطا بصوص الكراميل. بجد هتعجبكم جدا جدا. لازم نخترع كده، ولازم نغير من الحاجات بتاعتنا. وعملت قبل كده على فكرة معاكم برضو بطاطا بصوص الكراميل. يعني انا بحب صراحة اغير في البطاطا، ان ليها طرق كتير جدا، مش طريقة واحدة ولا 2 ولا 10 طريقة، ليها كذا طريقة، طرق كتير جدا. وما شاء الله البطاطا بتاعتي تحفة تحفة تحفة. يا ريت تحط لي لايك وتشتركي في القناة. يا رب يكون الفيديو عجبك. مع السلامة.